طب احنا ازاي بنصنع المطر؟ العلماء ردوا قالوا ان هم مش بيصنعوه، هم بيساعدوا المطر انه ينزل. التقنية دي اسمها الاستمطار السحابي. السحابة عشان تمطر بتبقى محتاجة حاجة اسمها نواة التكثف. تخيل كده معايا أوضة مليانة بخار مية، لكن البخار ده مش لاقي أي حاجة يمسك فيها عشان يتحول لقطرات مياه وينزل. هنا بقى بيجي دور العلماء بيستخدموا مواد معينة، اشهرها يوديد الفضه زي ما قلت لك، او التلج الجاف، او الملح. والمواد دي بيتم قصفها في السحاب عن طريق طيارات خاصه او صواريخ ارضيه او حتى درون. اول ما ماده من المواد دي بتوصل جوه السحابه، جزئياته بتشتغل زي مغناطيس بيجذب قطرات بخار الميه اللي في السحابه وبيحولها لقطرات ميه وبتبدا تنزل. هي العمليه مش بس رمي المواد جوه السحب، لكن بتبقى محتاجه توقيت دقيق وما تبقاش اي سحابه وخلاص. ايه ده، يعني مش كل السحب ينفع نجيب منها مطر يا محمد حسن؟ الاجابه مش كل السحب بتكون مناسبة. السحب بس اللي بتكون جواها رطوبة كافية هي اللي تنفع لعملية الاستمطار. وده اللي بيخلينا نفكر، هو احنا فعلا بنقدر نتحكم في الطقس ولا بنلعب بالنار؟